ورحمة الله وبركاته. يعني أنا بالمرة دي أقول لكم إن أنا والله العظيم يعني سعيدة بالعشرة، ما العشرة لايك اللي جم حلوين. لو كل مرة هيجي 10 لايك صدقوني هعدي ومش هخرج وهقعد في البيت، يعني هشتغل في بيتي، في اوضتي، في بيتي. هيجينا رزقنا من عند المولى عز وجل، الرزق من عند الله وحده. فأخ من اخواتي بيقول لي غيري من المحتوى، من مستواكي، من مش عارفه من ايه، يعني يعني غيري القعده، غيري الكلام، غيري لان ده بقى كلام حاجات عاديه خلاص. بنفتح الصفحه بتاعتك هو نفس الكلام. لا هو مش نفس الكلام والله، ده هو بس اللي هم كم فيديو كده هم كلام، لكن لو دخلت هتلاقي كنت بتكلم على البنت اللي رايحه المدرسه، على البنت المراهقه، الام، الجده، الست، كل حاجه قريتها قلتها، وكل حاجه شفتها في الدنيا قلتها لكم. والله العظيم 3 انا ما بكذب. واكذب ليه واحلف لكم ليه؟ طب ما تنزل في الصفحه تحت وتشوف انا قايله ايه ومتكلمه عن ايه، عن البنت اللي رايحه المدرسه، على البنت المراهقه، على الحما، على مرات الابن، على الأخ، كله. انا كان متكلمه عن اي حاجه وكل حاجه، ما سبتش اي حاجه. فلما اجي بقى ان انا اهدى شويه، لا ما تزعلوش، لا ما تزعلوش، تقولوا ايه ربنا يسهل، لا وتجيب لنا حاجه. انا عايزه انا على فكره انا طباخه ماهره وبعمل حاجات حلوه وكل شيء. بس بيقولوا ايه اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي. انا لسه ما اقدرش اقف في المطبخ ويعني واجيبه قدام الفيديو واقف قدامه. لسه ما جبتش الحاجه اللي انا هطبخ فيها قدام الناس. لسه ما جبتش البوتاجاز اللي هو الناس يعني تشوفوا وانا بعمل عليه وبشتغل عليه. طب ازاي يعني؟ مش لازم اجيب المحتويات اللي انا اقدر اقف قدام الناس بيها؟ هتقولي ما دي في واحده بتقعد في الاوضه وتطبخ. لا ما اقعدش في الاوضه واطبخ، لا 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 لا. لازم يكون يعني اقف في مطبخي، وبعد مع ان هم مش محتاجين طبخ لان مليون واحده بتطبخ وكلهم اساتذه. اذا كانت ناديه ولا مش عارفه من عباس ولا كلهم اساتذه محترمين جدا في الطبيخ وفي الحلويات يعني مش محتاجين انا، هيحتاجون انا في ايه؟ ما هو في مليون واحده، يعني مليون ونص ومليون واحده، يعني عدينا المليون وواحده كمان. انا لا، انا بقى بحب ان انا اقعد معاكم بالليل، بحب اتكلم معاكم، بحب ان انا اكون زعلانه بحكي لكم، بحب عيالي مضايقني بحكي لكم، بحب ان انا اكون زهقانه شويه بحكي. ما يعني هو ده مستوى، يعني آه، هو ده طموحي. يعني بيقول لي غيري، انت عايزه ان انت تشتغلي غير. هو عنده حق، اللي هو بيكاتب لي عنده حق، ربنا يبارك له. بس انا هقول ايه؟ يعني اقول لسه مثلا اجيب العيال اللي معايا ونهزر ونعمل ومش عارفه ايه. كل واحد ليه مستواه، يعني كل واحد ليه شغله من الاخر. انا شغلي بسيط، وشغلي ابتدى ان هم بيدعموني دلوقتي. يعني مثلا بيدعموني ايه؟ بالاشتراك والله كده، دي التدعيم اللي هم بيجيبوه لي. يعني مثلا كان 480 بقى 490 في يومين 3، الحمد لله. لو كل يومين 3 حصل كده والله العظيم 3 لن أعدي، لن أعدي، ولا عيالي يحتاجوا لحد ولا نحن نحتاج لحد ولا يعني نخرج من بيتنا، في باب بيتنا كده علينا أنا وعيالي، زي ما أنا قاعدة كده قدام تلفزيوني، قدام ترابيزتي، في أوضتي، العيال قاعدين يذاكروا كده مرتاح. لحد بص لنا حاجة وحشة، لأن أنا ما عنديش إلا من العيلين وإحنا 3 من فوق، مش عايزين نبقى 4.
مرتاحين، مش عايزين حد يضايقنا ولا احنا نضايق حد. انا عايزه اتكلم مع الناس، كل اللي هيكتب لي هكلمه، كل اخت اخ نكلمهم، لانهم كفايه ان هم وقفوا وقعدوا وكتبوا عشان يوصلوا لي الكلمه. وانا اي كتابه طالما بتنزل بكتب اقراها على طول، بنقراها على طول. اي كلمه بتتكتب من اي حد بقراها، بنقراها، مفيش كلمه بتروح، مفيش حاجه بتروح. فانا بقول يعني بقول لسه انا ما يعني عايزه اجيب حاجات، يعني عايزه اجيب حاجات ان انا اقف في المطبخ، واقف ان انا مثلا طبعا اي واحده بتطبخ او حاجه بيبقى ليها حاجات. ما تقولي انت وانت لا عندي، بس ما ينفعش ان انا احطهم على الهوا على الفيديو، ما ينفعش الا لما اكون هجدد كل اللي عندي عشان اقف اعمل حته لحمه، مش عارفه اعمل تتفكها، ما هو كله بيعمل في الف يعني هم مستنين ان انا يا سيدي خدوني صاحبه، خدوني قريبه، خدوني اخت، خدوني زميله. اللي عايز كلمه يبعت يقول لي وانا ابعتها له، اقول له على النت اي نصيحه. انا اتكلمت مع الشباب كتير قوي، لمجرد قلت لهم اللي بيشرب سجاير يجيب لي الفلوس كده ويحوشها قصادي كده في النت، واشوف حوش كام ويقول لي في النت انا حوشت كذا، ويطلع يكتب لي. انا اتكلمت مع ناس كتير قوي، اتكلمت مع البنات المراهقين ومع امهاتهم، مع البنات اللي بتحط احمر، الاطفال اللي هم بتاع اعداديه وابتدائي. انا شفت اعداديه ماشيين مستنيين الشباب والتوك توك يركبوا معاهم، ولا الكتكوت ده يركبوا معاهم ويمشوا. البنت اللي تركب مع الكتكوت ده رايحه فين؟ هيوديها اصلا فين؟ وترجع الام تدور والاب يصرخ والحكومه تدور، والبنت ماشيه بمزاجها. البنت ماشيه لما بقى خلاص بقى مش عايزها يرميها في اي حته. لا طب ما احنا نصح بناتنا، طب ما نقعد قدام بناتنا كده ونقول انت يا بنت يا بنت كذا يا حيوانه، اوعى اما حد يقابلك يكلمك كلمه ولا حاجه ده في يعني كاميرات في كل حته وفي كل شارع وفي كل دكانه. لو كل يومين ثلاثه اروح افتح الكاميرات، انت تقولي حتى لعيلك حتى لو ما حصلش، بس تفهميها ان انت متراقبه، تفهميها ان انت لو بصيتي كده ولا كده هتتراقبي، مش هتتضربي مني انا، من اكبر ضابط هيموتك لو شفنا عليكي حاجه. العيله تخاف، العيله تختشي. العيال لو ضاعت احنا اللي ضيعنا، الامهات اللي ضاعت، مش العيله اللي ضاعت. العيله عيله مش فاهمه وسن مراهقه مش فاهمه. ف... فاللي انا بقوله ان انا هفكر ان انا اعمل ايه، او انا بعت لكم قلت لكم طب قولوا لي اعمل ايه. انا واحده على قد تفكيري، على قد بقى مسح شقه، على قد مواعين، على قد غسيل، على قد بنزل اجيب حاجات من السوق، على قد العيال بالبنت والولد بربيهم، قافلين بابنا علينا. لو حد قال حتى اي كلمه حلوه ولا ما بسمعهاش، مش في دماغي، لان انا كرست حياتي، ولا مش عارفه كرست حياتي للطفلتين، مش عايزه اي حد تاني. صحاب اخوات اهل بقولكوش لا، يعني اي حد اخ طيب جدا، اخت طيبه جدا، زماله وصحابي وهيدوني يعني حاجه موعظه على راسي من فوق، مش هقول لا. هم بيكلموني دلوقتي، وابتدت الصفحه ان الكلام يكتر فيها اكتر، وابتدت ان اللايك يزيد، ابتدت الاشتراك يزيد، ودي حاجه من عند الله، دي حاجه خير من عند ربنا. والله حتى لو ما وصلت، والله حتى لو ما وصلت وكمل الاشتراك واللايك والحاجه، انا راضيه باللي ربنا يديهولي، راضيه باللي ربنا يديه، راضيه بكل شيء ربنا يديهولنا، راضيه بيه. فانا بقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين. وانا النهارده طالعه بس عشان اقول لكم انا فرحانه ان بتزيد
و... وحسيت ان الناس ابتدت تبقى معايا. حسيت ان انا ان يعني لما انا قلت المره اللي فاتت انا زعلانه منكم، انا لا مخصمكم، لا عشان انتوا ما عملتوش لايك ولا اشتراك. سنه ونص وانا في 480 ابتدت تزيد. هي زادت 10، بس حاجه تفرح تفرح اللي زينا. انا بقولكوش يعني في ناس بيقولوا مش يقول لك ايه، مش عارفه جابت 28,000، جابت مش عارفه ايه. اي سنه والله انا عايزه 1000، ولما اخش اجيب الدرع يبقى يعتلها لنا بينام ولا. انا مش عايزه 25,000 ولا 30,000 ولا 40,000. انا لو نهار ما اوصل 1000 ابقى خلاص ان وصلت بقى حاجه بقى جامده خالص وفرحانه يعني انتوا واخدين بالكم؟ يعني تبقى زي فرحه، زي فرحه وفتحه خير، ويجي علينا ان شاء الله رمضان نجيب اللي احنا عايزينه، تبقى فرحه يعني. مش عارفه اقول ايه، هي تبقى فرحه بس كده ان احنا فرحانين. وانا كل واحد بيكتب لي في الصفحه والله العظيم 3 انا مش عارفه اشكره ازاي. والله حتى لو شتموني انا عايزه اشكرهم. كل واحد مد ايده وزاد اشتراك في الصفحه بتاعتي، انا مش عارفه اشكره ازاي. بقى ايه بقى يعني بقى الحلاوه دي بقى؟ ايه يا ست انت العسل ده، ربنا يبارك لكم يا رب. وعلى فكره والله يعني انا بحس ان احنا كلنا واحد. يعني لما بشوف نت فيديو او نت او حاجه في قرآن في حاجه حاجات بتنبه البني ادم. احنا مش لازم نفضل على طول نتفرج على فيديوهات ونتفرج على. لا انا مش من هواة الاغاني خالص والله، لا خالص لا. ولا هواة الاغاني ولا هواة التمثيليات والكلام ده. لا ده رمضان جاي، مش عارفه مسلسل مين اللي نجح ومسلسل مين اللي سقط. طب احنا عارفين كلهم ان هم بيمثلوا، مين اللي نجح ومين اللي سقط ومين. عايزين نقول احنا طلعنا بحسنات قد ايه. احنا طلعنا ما احنا شفنا الزلزال خد في ثواني، في ثواني بغمضة عين. اللي كان فوق في السابع وفي الثامن بقى تحت التراب. مش هو ده اللي بيحصل في كل حتة؟ ولا احنا عروسة وقاعدة كذا عروسة قاعدة بتكتب الكتاب، بتكتب والمأذون بيكتب، ما لقوهاش، انتهت خلاص. عريس ما اعرفش كان نايم ولا قايم يلبس لفرحه مش كل دول بيجوا يلا بالسلامة. يبقى احنا لما نيجي ندور على حاجة احنا عايزين نفرح بيها. ايه اللي نفرح بيه بقى؟ انا مش كئيبة على فكرة، لا انا احب الضحك واحب الهزار واحب كل حاجة، بس في كل وقت، يعني زي ما نكون قاعدين بنضحك ادينا بنضحك مبسوطين. انتوا عملتوا فيا خير انا برده لكم، بقول لكم انتوا عملتوا فينا خير، انتوا بتبتدوا تزودوا لنا صفايح ايه يا عبيطة؟ الصفحة ما عادش يقول دي بتقولي السفايح. لا يا ماما انا قلت الصفحة، ما قلتش اي حاجة غير كده. احنا بقى ايه في رمضان بقى؟ تعالى بقى في المترو كل واحد ماسك له صفحة قرآن في المترو. عدى بقى ايه، عدى رمضان جه العيد، ماسكين طبلة ورق في المترو. فين القرآن؟ هو رب القرآن ده كان بتاع رمضان بس؟ يعني احنا لما نيجي نمسكه في رمضان بس، نقرا في رمضان بس، المساجد تتملي في رمضان بس. ما هو رب رمضان رب الشهور كلها. يعني هما بيطلع العيد ما فيش لينا استغفر الله العظيم يا رب الله اكبر كلمه رب، مالناش رب بقى في العيد. هو رب بقى رمضان خلاص. لا يا جماعه لا لا، اصحوا اصحوا. زي ما ربنا في رمضان زي ما ربنا في ال 12 شهر ادعوا لي استجب لكم. نص الليل بينزل يقول هل مغتفر، هل حد عايز مني حاجه؟ والله العظيم 3 كل انسان يذكر الله بقلب صافي لا هيلاقي اللي هو فعلا عايزه. انا دعيت ربنا ان الصفحه بتاعتي تزيد، دعيت الله يا رب، يعني انا عايزه افرح بيها يا رب.
انت اللي عالم ان انا عايزه اقعد وابقى في وسط ولادي، ومش عايزه اخرج، مش عايزه، مش عارفه اقول ايه يعني. لقيتها زادت 10 في يومين، اللي كانت 400 في سنه ونص. يعني دي حاجه من عند الله. اللي بيزود 10 بيزود 20 بيزود 1000 بيزود 2000. بنوصل بإذن من ربنا، بننجح، بنجيب كل اللي احنا عايزينه. كل اللي انا عايزاه وعيالي عايزينه هنجيبه وهيجي، وتليفوناتنا هتيجي، كل حاجة هتيجي، بس بالصبر. انا مش مستعجلة على فكرة، انا مش مستعجلة. طول ما في ناس عارفة ربنا، طول ما في ناس يعني بالدعم، اللي هو عايز الدعم عشان يقعد في بيته مش عارفه اقول ايه بقى. انا بصوا انتوا فاهمين ان انا بقول الكلمه وساعات ما بعرفهاش، بخليكم انتوا تكملوها. انا قلت كده، قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ صدقوني انا نسيت. كنت مش عارفه، انا مش عارفه كنت بقول، بس بقول ان ربنا سبحان الله وتعالى معانا. ادعوا لي استجيب لكم فعلا. مش عارفه يعني، الايات كتير وحلوه، وعايزه افتكرها كلها، وعايزه اقولها لكم، وعايزه ادخلها لكم جوه